السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. النهاردة اعمل معاكم تتبيلة الفراخ المشوية العظمة دي بكل سهولة. يلا بينا. اول حاجة كده معايا بصل مقطعه هحطه في الكبة عشان افرمه، وهحط عليه طماطميتين برضو متقطعين بالشكل ده، وهبدأ بقى افرمهم ناعم خالص في الكبة. انا مش عايزاهم مبشورين، انا عايزاهم مفرومين ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده. فرمتهم بالشكل ده. فضيهم بقى في بولة. دي احلى تتبيلة فراخ مشوية تاكلوها في حياتكم، بجد تحفة وبتدي طعم جميل جدا للفراخ. بقوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ابدأ بقى احط البهارات: توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وكركم وشوربة وبابريكا وتوابل فراخ وبلح جوز الطيب. وهضيف الملح على حسب الرغبة، انا حطيت معلقتين كبار كده من الملح. وهحط كمان نص كوباية صغيرة من الخل الابيض. وهحط كوباية من اللبن. اللبن بيدي طراوة للفراخ كده وبيخلي الفراخ طرية مش ناشفة. وحطيت كده معلقتين كبار من المستردة ومعلقة صغيرة من الدبس الرمان ومعلقتين من الصويا صوص زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت اقلب التتبيلة كده. تتبيلتنا خلصت بكل سهولة وبجد طعمها تحفة جدا. يكونكم بتاكلوا فراخ مشوية من عند الحاتي بالظبط. معايا بقى الفراخ، انا مقطعه الفراخ حتت صغيره كده وعامله فيها فتحات عشان التتبيله تخش جوه الفراخ وتاخد من الطعم زي ما انتم شايفين كده. فضيت الفراخ كلها في التتبيله. ابدا بقى اسيبها من 2 ل3 ساعات. ممكن تتبلوها من بالليل، يعني قبليها بيوم، وتعملوها. كل ما تقعد في التتبيله اكتر كل ما تاخد من الطعم بتاع التتبيله وتبقى تحفه. هحط بقى معلقتين كده زيت زيتون على الوش، بيدي طعم جميل للتتبيله وللفراخ. وهسيب بقى التتبيله في الفراخ وهرجع لكم تاني. حبيت اشارككم وانا بشوي. وكده انا ولعت الفحم وبدات اشوي الفراخ عليها بعد ما سبتها لمده 3 ساعات في التلاجة. احط الفراخ كده وابدا اشويها بقى على الفحم. تقدروا تشويها كمان في جريل على النار او في الفرن على حسب ما انتوا بتحبوا. شايفين العظمه؟ شكله تحفه جدا بجد. جربوا الطريقه دي وبجد هتحبوها جدا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. بدات اقلب الفراخ كده. اهم حاجه الفحم ما يبقاش مطلع نار. الله على الريحه بقى والجمال والعظمه. اتمنى بجد تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم ومع السلامه.